اخويا هي لحقت الدروس الخصوصيه تبدا. هو مش لسه مخلصين العيال امتحانات، ما كملوش حتى شهر حتى يقعدوا في البيت ولا يلعب ولا يروح حتى. تبدا يا اخويا انت دروس على طول كده يا اخي. عندنا في مصر احنا الدروس الخصوصيه لها طابع خاص يا اخي غير البلاد التانيه خالص. عندنا هنا يا اخويا العيال يخش من اولى ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي وما بيشوفش اجازه اخر السنه. ما اعرفش ازاي يا اخويا، اول ما يخلص امتحانات يقول لك يلا عشان نبدا دروس، عشان عايزين ياسسوا الطالب يا اخويا، عايزين ياسسوه يعملوا اساس ويطلعوا بالعمدان على طول يا اخويا. مش فاضيين هم للكلام بتاعك اجازه دي وكلام فاضي. الناس دي ما بتتفرجش على البلاد المتقدمه يا اخي. يا اخي البلاد المتقدمه يا اخي العيل يخش المدرسه 6 ساعات ولا 7 ساعات في اليوم ويروح اخويا يلعب ويروح النادي ويروح هنا وهنا وما يذاكرش في البيت. اما احنا اخويا العيل يطلع من المدرسه امه يا عيني ولا كان ابوه هلب هلب يقعد يرفع يد وشمر يقعد يجري على العربي يقعد ده احنا عندنا انجليزي ده احنا عندنا حساب والدنيا خربانه والواد السلوك كلها ضاربه في دماغه. لمست كل الواد جرب يتعفرت الواد العيال الصغير جرب يتعفرت بتاع اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي. سلخته العيال يا اخي. طب سيب العيال يفرح شويه طف الاجازه ويجي عيني ولي الامر يعمل ميزانيه كل شهر للدروس. كل شهر يعمل ميزانيه للدروس يقول لك الحمد لله الاجازه بتاعت اخر السنه جت ميزانيه الدروس تنفع في حاجه. نفعت فيه يا اخويا. ما بعت لك اخويا على الواتس قال لك انا هبدا الشهر ده الدروس يا اخويا دلوقتي. يجي قال لي سنه اولى اعدادي وثانيه اعدادي يقول لك احنا هنبدا عشان كورس النحو. نحو ايه يا عم؟ نحو شمال ولا نحو يمين؟ انا مش فاهم انت هتبدا ايه. طب اخويا طيب فهمني. يعني انت عقبال ما تديله الكورس يا اخويا ويخش المدرسه يكون نسي اللي انت قلته. ويا ريت الطالب يقعد فاهم حاجه يفضل يدش هو على السبوره. اهم حاجه هو الساعه بتاعت الحصه دي وخلص الكلام اللي يفهم يفهم ان شاء الله ما حد فهم. هو اهم حاجه الشهريه بتاعته. طب اديك فضلت تديهم في مراجعات لغايه لما الطالب جرب يرجع. طب امتحان العربي جه ثلث التسعه اديته انت ثلث التسعه؟ ها؟ طب والكيمياء اللي العيال طالعه كلها هتعيط فيها. خلي العيال يتهنى بالاجازه يا اخي بتاعت اخر السنه يا اخي. خليه يتهنى عشان يفصل السلوك اللي قاعد تلمسها له. جرب يتجنن ده جاله خلل في دماغه. يرحم الطلبه شويه. ارحموا الطلبه. جرب يجي لهم تخلف عقل يا اخي من كتر الدروس. ريحوهم شويه لله يا اخي.